تجريب المجرب خطأ، والتصحيح بالملوثين خطأ مرتين. هذه السردية كان الرئيس الحمدي يكررها دائما في خطاباته، واتخذها نبراسا في سنوات حكمه. الإخوان المسلمون الآن يكررون سردية مفادها الجيش الوطني الجيش الوطني الجيش الوطني الجيش الوطني. أمس سمعت أحد السحرة الإخوان المسلمين أحمد الشلفي وهو يتكلم عن قوات الشرعية ويركز على الجيش الوطني أنه هو الأساس، وأنه هو صاحب العقيدة الوطنية، وأنه الجيش الوطني يا أحبابي أنا بالنسبة لي أسميه جيش الهاربات، بعض الناس يحب يسميه جيش الانسحابات، وبعضهم يسميه جيش المدرسين، واسمه الحقيقي جيش تنظيم الإخوان الماسوني. جيش تنظيم الإخوان الماسوني مكتظ بالفساد المالي، بالفساد الإداري، وبالفساد الأخلاقي أيضا، وبالفساد الأخلاقي. سنتحدث إن شاء الله عن شبكات الدعارة التي تديرها جماعة الإخوان المسلمين في مارب وفي تعز، لا للإيقاع بخصومهم طبعا. لكن يا أحباب الكرام، هذه الجماعة الخبيثة مثلها مع الشرعية، مع مجلس القيادة الرئاسي، مثل رجل تزوج بامرأة بائعة هوى، عاشرها ليلة فأعجبته وأغرم بها ووقع في حبها ثم تزوجها، واشترط عليها أن تتوب من البغاء، اشترط عليها وعاهدته على التوبة. وبعد مدة من الزواج في يوم من الأيام عاد إلى المنزل مساء فلم يجدها، اتصل بها: أين أنت؟ قالت: أنا سأبات عند صاحبتي أو صديقتي أو جارتي. فقال لها: ألم تعاهديني على ترك هذه المهنة وعلى ترك البغاء قالت له: أنا عاهدتك أني لا أسلم البضاعة لأحد غيرك، لكن لا يعني هذا أنني لا أخرج ولا أدخل إلا بأمرك. أنا أدخل متى ما أريد، أبات أين ما أريد، أخرج أين ما أريد، أسافر المكان اللي أحبه. هذه هي جماعة الإخوان المسلمين، اللي هي جماعة الإخوان الماسوني. تعرفون لماذا هذه النجاسات كلها مجتمعة في هذه الجماعة؟ لأن مؤسسها حسن البنا، هو ما اسمه حسن البنا، اسمه حسن المهدي، جده يهودي. والذين أسسوا هذه الجماعة هي الماسونية العالمية لمصالح كثيرة، وأنتم ترون ماذا تفعل جماعة الإخوان المسلمين في اليمن: فساد أخلاقي، فساد مالي، فساد إداري، حتى خرجوا لنا بالمغنيات المتحجبات أو المحجبات مثل فاطمة مثنى وغيرها. تحياتي واحترامي.